اوكي، بسم الله الرحمن الرحيم. بداية يعني أنا مش عارف أقول عن مشاعر الشكر والامتنان والفرحة في نفس الوقت برابطة مشجعي الأهلي في الرياض. والرابطة دي الحقيقة أنا يعني كنت بتواصل مع أفراد منهم من غير ما أعرف إنهم في رابطة ومنظمة إلى هذه الدرجة، لكن لما جيت الرياض من كام يوم والتقيت الزملاء الأعزاء وشفت المجهود اللي عاملينه وشفت التكريم اللي عاملينه لي بصفة شخصية. الحقيقة حاجة مش عارف يعني بتحسس الواحد انه جماهير الاهلي يعني هو ده التكريم الحقيقي اللي يساوي اعلى تكريم واعلى من اي نشان ولا نوط، انك تشعر ان في ناس شايفاك ومقدراك وما بتصدق تشوفك عشان تقول لك ناس منزله نسر الاهلي وصورتي يعني حاجات معموله مخصوص وفي يومين. فانا بشكركم جدا جدا جدا، اتمنى لكم الخير، خصوصا بعد ما عرفت المجهود اللي انت عملتوه قبل كده. يعني مثلا في بطولة العالم للأندية ودوركم كبير قوي في مساعدة الإدارة وتنظيم الجماهير، وانكم تقدروا تنتزعوا حصص للمشجعين، وده ما كانش في تخطيط اللجنة العليا. وكمان تواصلكم مع إدارة النادي الأهلي اللي انتم بتعترفوا ان هم لم يتوانوا في تقديم العون ليكوا، واوعدكم ان انقل رغبتكم في ان احنا نشوف طريقه لتنظيم قبول الاشتراكات، ويبقى للرابطه دور انها تجمع لنا الناس في كشوف محدده بحيث يجي حد مخصوص يعمل لهم الاجراءات ويريحهم. يعني هو ده التواصل الايجابي بين الاهلي وجماهيره اللي احنا بنطلبه. في نفس الوقت اتناقشنا في كثير من القضايا، والحقيقه يعني انبسطت لما حسيت انكم بتتفهموا ان يعني حرام نقول الاهلي مسؤول عن كل شيء. يعني مش معقوله هيجي اليوم الاهلي مسؤول عن الجمهور، الاهلي مسؤول عن اللعيبه، الاهلي مسؤول عن الاعلام، الاهلي مسؤول عن الفرقه، الاهلي مسؤول عن النتائج، الاهلي مسؤول عن مطاردة حقوق يعني حقوقه التي يعتدى عليها. يعني خلوا النادي الاهلي يركز شويه ومسؤوليه يركزوا في الحاجات الكبيره زي حقوق النادي الاهلي، زي رفع مستوى اللعيبه، زي تطوير النادي. هي دي الحاجات، واما الباقي فالبركه فيكم، والنادي مستعد يقف معاكم في اي تنظيم انتم محتاجينه. لكن كل حاجه فين الاداره فين الاداره فين الاداره، ده نوع من هتزعلوا مني ما تزعلوش، نوع من التواكل. خلينا نلعب الدور الجميل ان تبقى الاداره هي فعلا في ظهر يعني الجماهير، في ظهر الاداره والاداره متدفيه بجماهير. انا بشكركم وكل سنه وانتم طيبين.